السلام عليكم الاخوه والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. درسنا اليوم هو الحبيك ديال الزيوفه. انا غادي ندير معكم الحبيك ديال لاناب الصغيره اللي سبق ودرت لكم الدرس ديالها في فيديو سابق. كنعتذر البنات، طاح ليا التليفون، كنت مضطره اني نرجع نعاوطو. كما قلت لكم انا سبق ودرت معكم هذا فيديو ديال هذا النابخون هكا كما كتشوفوا معايا. هو صغير، يعني كنا ديجا رحنا دايرين حتى العدد ديالو، يعني هو عباره عن 33 سنتيمتر يعني كاريه. وكنجيو لجوج ديال الركانين اللي هو هذا الركنه هذه وهذا الركن. انا بعد اولا انا قطعته مربع، وعندنا هذا الركنه هذه كما كتشوفوا مطراسيه هنايا، عبرت 10 سنتيمتر منا و10 سنتيمتر منا وطراسيت هذه. يعني دابا هاد جوج ركاني هادو غادي نقطعهم معكم. انا علاش بغيت ندير لكم الحبيك على هاد الناب هذا، فكما كيقولوا بغيت نضرب عصفورين بحجر واحد. غنوريكم الطريقه كيفاش كنحبكوا الزيوفه، وفي نفس الوقت كيفاش نحبكوا هاد لاناب هادي، لاني كما غتشوفوا معايا من بعد ما نقطع لها هاد الجناب هادو الشكل ديالها كيرجع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا من هنا ومن هنا نفس الشيء. كنعتذر لاني الكاميرا عندي قريبه بزاف، ما عطيانيش الفورمه باش ناخذو كامل. يعني المهم كيف ما درت له ما جاينيش. المهم كيف ما شفتوا معايا انا قطعت هاد 10 سنتيمتر منه و10 سنتيمتر من لهيه. كما كتشوفوا معايا هاد الجهه هادي شفتوا كي دايره البنات، حيت انا ما طويتش الثوب وما نبلتوش من هنا ملي كنت كنخدم، فتسربوا لي شي خيوط. فهاد الشيء هذا كامل الا بغيت نحبك والحبيك ديالي يجيني نقي، فمعناتها هاد الشيء هذا كامل خصني ندوز عليه بلا ما نقطع الخيوط. نقطع غير هاد الشيء هذا، غير هذا. وضروري باش نقدروا نقطعوا هاد الشيء هذا هكا خصنا مقص يكون ماضي. شوف الناس كنقطع غير هاد الشعرات هادو، ما كنقش كاع الثوب. يعني تقطع واخا ما يكونش معاوط ماشي مشكل، لان هنا غادي نحبكو. يعني انا خصني غير نقطع غير هاد الشعرات هادو بهذا الشكل هذا، باش منين نحبكو الحبيك ديالنا يكون عندنا مفيني بهذا الشكل هذا. فالبنات عندنا الزيوفه، بالنسبه للزيوفه البنات، فبالنسبه للزيوفه عندنا كاملين القنوط بربعه، عندنا كاريين بهذا الشكل هذا، ياك 4 ديال القنوط ديال المنديل. فالخدمه ديال هذا القنت هذا انا غادي نديرها معكم بالتفاصيل ديالها باش تشوفوا القنوط كيفاش كيجيو مفينين مزيان. فاللي غنديروه في هذا القنت غنديروه في 4 ديال القنوته كاملين، وغنوريكم حتى اللافان ديال الحبيك كيفاش تساليو الحبيك ديالكم. ولكن ملي غنجيو لهنا غادي يكون شويه مغاير، لاني من هاد الجهه هذه الثوب كيتجبد شويه، فيعني حنا نحاولوا نحبكوا وما نجبدوش الثوب. فعلى داك الشيء فغادي نبدا معكم تقريبا من هنايا، من هاد الجهه هذه، باش ندير معكم القنت، حيت هذا هو المهم اللي بغيت نوريه لكم وهو القنت. وغادي نهبط معكم وندير معكم هاد القنيت هذا باش ندور معكم هنايا، وابخي غادي نحبس نكمل الناب ديالي ونجي ندير معكم هنايا لافان ديال الخدمه باش تشوفوا الفينيسيون ديال الحبيك ديال اخر الحبيك. يلا نبداو على بركه الله. فكيف ما كتشوفوا معايا البنات انا هنايا، عفوا هنا الكاميرا قد تزعزع بزاف باسكو دايرها من جهتي، يعني ما عنديش اللي غيصور لي. كما كتشوفوا معايا البنات انا هنايا خديت خديديه صغيره، الثوب ديالي حطيته عليها، غادي نقبض من واحد الجهه نشدو بالبانكا. فكنتمنى يكون التصوير واضح لكم البنات، حيت وعندي الخيط هنايا كما سبق وذكرت معكم. يعني الخيط هو عباره على الخيط ديال الخياطه ديال الطورني ديال الخياطه. فبالنسبه للحبيك كنفضل نحبك به الزر، لاني زروف غالي بيان سور فما يمكنليش نستعملوه في الحبيك، وحتى هو مزيان. يعني ابسط حل كما سبق وقلت لكم انكم تاخذوا واحد المورسو تجربوه في جافيل، ابخي الا شفتوه ما كشفش يعني غتقدروا تستعملوه عادي. غير هو الخيط ديال الخياطه تختاروا الخيط اللي ما يكونش كيتحبب ولا كيطلق الصوفه، حيت هذاك الخيط ماشي
ماشي كاليتي، وهذاك كيقدر انه يبهاك. اما الخيط اللي كيكون ملس فهذاك مزيان تقدروا تحبكوا به. فانا غادي نحبك به كما كتشوفوا معايا. انا هنا درتو على 4 وخليت السرليفه. فنبدا معكم على بركه الله. كما كتشوفوا كنقبط الثوب. اول حاجه اول بديه فكنبرم الثوب، كنبرم غير شويه البنات ماشي بزاف، يعني كما كتشوفوا معايا، يعني واحد البرمه غير خفيفه كتجيش غليظه بزاف. وكندير اول غرزه بهذا الشكل هذا، وناخذ السرليفه نزيرها البنات، لاني راه فاش غادي نبدا من بعد راه غادي تتبعني. ضروري كتجبدوها شويه باش كتزيروها. فملي كتجي تبداو شوفوا ديروا بحال اللي كتحلوا الثوب وكتوليو تعاودوا تبرموه من مدى وجديد. كتحاولوا انكم تبرموا في نفس الخط، بحال اللي حسبوا راسكم بحال اللي راكم كتخدموا في السلسله، كتديوها في نفس الخط. يعني كنقبط الخيط كنردو بهذا الشكل كيف ما شفتوا معايا، كنجرو لعند يدي الشمال وكنهبطو من التحت وكندير بحال شكل دائره. كنقبض كندير الغرزه الثانيه، ما تبعدوش بزاف. وحتى الا بعدتو خصكم ديروا عينكم ميزانكم باش يجيو تقريبا الغرزات كاملين قد سواء في الصغر ديالهم سواء في الكبر ديالهم، باش كتجيكم الخدمه متناسقه. يعني بغيتو تعرضوهم شويه باش تسربيو دغيا، فخصكم كلشي يكون قد. بغيتو تصغروهم قد، بغيتو ديروهم موين قد. فكما كتشوفوا معايا هنا انا درت الابره غنجبدها، غادي دير ليه عقده بهذا الشكل هذا. فغادي ناخذ وحده اخرى عاود هنايا نفس الطريقه، كنجبد كتعقد ليه العقده، وفي نفس الوقت ما كنجبدش بزاف، ما كنخليهاش مرخوفه. انا كنخدم غير بشويه البنات باش تفهموا. وإلا شفتوا واحد الخويط كيبقى لكم باعد على خوتو غير بضفركم هكا ولا حتى بالابره كترجعوه بهذه الطريقه هذه البنات. وما بين كل غرزه وغرزه بحال اللي كتحلوا تعاودوا تبرموا. انا كنحاول اني نمشي، بما اني انا عندي الثوب العيون ديالو شويه كبارين، كنحاول اني نمشي بنفس الوتيره، يعني في نفس الخط. يمكن لكم اللي دار قدر يتحكم في انه يبرم شويه شويه للتسع، يمكن لك ديري حتى 2 غرزات 3 وعاد تولي تعاودي البريم. كيف ما انا هكا نقدر ندير 2 غرزات عاد نعاود البريم، نقدر ندير حتى 3 الغرزات. يعني كل ما درتو هكا كل ما كتجيكم احسن. انا ما نحبش البنات، ما نحبش الفيديو حتى انا قريبه، بديت قريبه للركنه. نوريكم الركنه. كنخدم غير بشويه بحال يكون واضح لكم الدرس. كنحول شويه، كل ما بعدت شويه كنحول. البنات حاولوا ما امكن انه ما يتسربوا لكمش الخيوط، ولا تسربوا لكم غير واحد ولا جوج ماشي مشكل، مي كتر غادي تضطروا انكم توليو تقطعوا ديك الشعيرات، لانهم ما غاديش يدفنوا لكم مزيان وغادي يضيعوا لكم الحبيك ديالكم. ولا شفتوهم بقاو خارجين هكا كتدفعوا هكا بالابره وهما كيدخلوا.
دابا انا هنا البنات انا قربت الحاشيه. كما كتشوفوا عندي هنايا هاد الخيوط هادو مسربين، انا غنقطعهم، ما بغيتش نسربهم، بغيت نقطعهم بهذا الشكل نحيدهم عليا. فملي كنوصلوا البنات لهاد الحاشيه فانا عندي واحد الطريقه غنوريها لكم كيفاش نجمع الحاشيه. في الاول يعني انا عندي واحد الخيط بيض، خيط ديال الخياطه بيض عادي، ناخذ الطورني ديال الخياطه بيض نحطو حدايا. انا عندي هذا خيط كنتسل من هاد الزيوفه عفوا، فغناخذ منه مورسو. خديت ابره اخرى كما كتشوفوا معايا. انا درتو في الابره البنات، كنقبط هنا وكنجي من هنا وكندخل هذا الخيط هذا ها فينا، يعني ماشي بالضروره نخرجوه في كما كتشوفوا معايا. كنخرجو نجبد غير بشويه، كنخلي شويه منه خارج، كنبرمو في الوسط. علاش البنات غادي نبرم؟ لاني انتبهوا معايا هنايا انا نحاول ما امكن اني نبين لكم هاد اللقطه هذه، ونحاول اني نتقلها باش تجيكم واضحه. كنبرم وكنقبط هذا غير ما كنديرش به داك الحبيك، غير كندخل ونخرج. علاش البنات؟ باش يشد لي هاد الركنه، يشدها لي باش ندوز عليها. هنا كتحبكوا وكتدوروا في نفس الوقت. شفتوا البنات؟ هي شويه صعيبه شويه قاصحه، ولكن هذه هي اللي خصها تخدم مزيان. هذه هي اساس كل شيء. كي كتشوفوا معايا البنات هنا ضروري ما كدير لكم هنايا بحال شكل الكويره. اوف قرت لي برا. نحاول اني نكمل بها لانها جو كخوا غادي تدخل. كما كتشوفوا البنات حيت الابره رقيقه بزاف والعيون ديال الثوب كبارين، فغادي تدخل لي في العيون ماشي مشكل، واخا مهرسه نكمل بها نورمالمون. هذه ابره ديال التنبال. فكما كتشوفوا البنات كنحاول اني نجمع هاد البلاصه هذه مزيان. اوف هذه غتعذبني، ولكن معليش مبغيتش نطلق، حيت الا طلقت فغادي نخدم معكم حتى الركنه الاخرى باش تجيكم واضحه اكثر بابره واحده اخرى بهذا الشكل البنات. هذا وكنحبس هاد الابره يعني كما كتشوفوا معايا هنايا. كما كتشوفوا هنا كتبقى خارجه شويه، ولكن هذه راه غادي ندفنها بالخدمه اللي غندير، لان الخدمه اللي غتجي من بعد غادي يكون الحبيك لاصق في خوه، ما غيكونش متباعد هكا. هاد الركنه كنديروها مدقونه، فغادي نبداوها. انتبهوا البنات، فكنضرب تقريبا في نفس الغرزه الاولى ياك البنات، وكندير نفس الشيء، يعني دائما نفس الطريقه، يعني وحده اختها باش كتجي. كنغلفوا علاش؟ لان هاد التغلاف هذا كيعطي منظر زوين للكوانات للركاني، وفي نفس الوقت كتغلفوا الديفو اللي كيكون هنايا، في نفس الوقت كيتغلف. حيت راه كاين اللي شنقول، كاين اللي كيقدر يدوز الحبيك عادي، ولكن انا عندي ديك الصعوبه، فكنفضل دائما اني ندير هكا، فباش كندرق كاع الديفو اللي كاين وما نحمقش راسي. لان الدوره ديال القنوت صعيبه شويه، فعلى داكشي قبل ما تحاولوا انكم تخدموا في الزيوفه اللي نتوما ديجا صيبتوهم، حاولوا انكم ترينيو شويه في التواب عاديين، تحاولوا انكم تخدموا فيهم الركاني. هنا البنات في الركنه يعني واخا تضطروا انكم تضربوا 3 د الغرزات او 4 د الغرزات بعين وحده ماشي مشكل، المهم انه الخيط يدور لكم، عاد تقدروا تكملوا تنقزوا هكا كما كتشوفوا معايا. كنتمنى غير انه يكون واضح. فهنا هذه هي اللي قلت لكم البنات، انكم تشدوها بالخيط الابيض. علاش الخيط الابيض؟ حيت ما كيبانش. فهكا البنات غنحاول اني نقربها لكم باش تشوفوا. فبهذه الطريقه هذه البنات شفتوا التشنتيف كيفاش
هذا التشنتيف ديال الذره ديال الثوب كيبقى مشنتف هكا، فعلى داكشي كنفضل اني ندير هذا الحبيك بهذه الطريقه هذه باش كيضرق هذا الديفو هذا كامل. فدابا انا غادي ندور هكا وغنشد ندير البانكه تشد لي غير في هذا الرويس هذا هنايا باش نكمل. غنحاول ما امكن ندير من هنا نفس العبار، يعني غنوصل لحد هنا ونحبس، يعني تقريبا نفس العبار نفس العبار، وغادي نولي نكمل بهذا الحبيك هذا المتباعد. فهمنا؟ هنا غادي نشد الابره، غادي نخرجها هكا وندخلها غير في هذا الرويس هنايا، يعني راه غتدخل عادي بهذا الشكل هذا. ها هو ملي غنقرب له غادي نقطعو صافي، من حيت ما عندي ما ندير به. وهنا الخيط قصر لي بزاف اصلا، خصني نبدلو، ولكن نحاول اني نكمل به بعدا غير هنايا باش ما يبقاليش الديفو. فهنا البنات الا شفتوا الشعر غالب عليكم فكما قلت لكم كتدفعوه بالابره يدخل تحت ديك البريم، تحت ديك اللويه اللي لوينه. نحاول اني ندوز غير هذيك ونبدل الخيط. صافي البنات هنايا ملي غنخرجوا ديك الخرجه فهنا البنات غنحاول اني نخرجها ونرتق الخيط باش نبدا خيط اخر حتى هذا تكمل. يعني بغيت غير نخرج به الركنه باش ما بالطريقه هذه. وكنوليو نحيدو البانكا كنشوفوا العبار ديالنا الا كان هو هذاك ولا كاع كنطويو بهذا الشكل هذا الركنه. فكنشوفوا مازال خاصني نزيد واحد جوج غرزات فغنزيدهم مي بالخيط الجديد اللي غنولي نركب. فهذا اش كندير له البنات، كنقابل نجي لهنايا في جدر الخدمه وكنحشيه، كنخدم عليه شويه، ندير خيط جديد. كما قلت لكم البنات كناخذ الخيط ديال الخياطه كنسرب على حساب، كنسرب مثلا 4 ديال المرصوات ديال متر في المثل، يعني على حساب الطول اللي انا باغا نديرو في الخيط باش ما يتعقدليش وصافي. حيت الا تعقد خصك تقطعيه، خصك تولي تعاودي تبداي من مدى جديد. فانا كندير الطول اللي غيناسبني، يعني تبغي ديروه طويل بزاف تبغي ديروه موين قصير، غير هو القصير خصك كل شويه ترتاق شويه. فهنا باش غادي نرتقوا الخيط فكي كنديروا كنجيو لهاد اخر غرزه ضربناها وكنهزو فيها بهذا الشكل هذا. الابره كما كتشوفوا دخلتها كنجبدها كندير السريفه ديالي فيها بهذا الشكل. ملي كندير السريفه كنولي نجبد هذا نزيرو، هذا غادي نشدو مع البريم وغادي نبرم عليه. فهمنا البنات؟ فهنايا ضروري كيخصكم شويه ديال التكنيك باش تخدموا هذا الحبيك هذا تدخلوه، لان الدوره ديال الكوان كما قلت لكم هي اللي كتجي صعيبه شويه. فانا مازال عندي غادي ندير كما قلت لكم البنات جوج ديال الغرزات، مازال نزيد جوج غرزات هنايا. انتبهوا ما تركبش الغرزه على اختها. فهذه هنايا نحاول نعاودها شويه. هنا البنات كما قلت لكم يعني حدي كنخدم وسيرطو هنايا في الركنه في الدوره يعني كتجي شويه صعيبه
ضروري محدي انا كنخدم وانا كندخل الشعر ديال الاخر. دابا هنا غادي نبعد الضربه، غنبدا نخدم عادي بهذا الشكل هذا. هنا البنات غادي نجي لهنايا لاخر غرزه درتها وغادي نهز جوج الخويطات ديال الغرزه الاخرانيه البنات بهذه الطريقه هذه، وغادي نجبد حيد هذا نجبد ندير السريفه ديالي. كتشوفوني مزيره بالضفري على الخيط التحتاني باش ما يخرج ليش. من هنا غادي نجبدو شويه غير شويه البنات، غير شويه، وغادي نرجع عفوا نقرب شويه الثوب حيت مدرق بهذه الطريقه هذه. غادي نجي غنعاود هنايا البريم. هنا انتبهوا مزيان البنات حيت راه البريم مازال كما كنقولوا مازال ماشي حتى لهيه في هذا الدوره هذه. هنايا فاش كدوري لهاد الجهه هذه كيكون شويه الامر صعيب، فغادي نرجع ندير واحد غريزات ثانيين متقاربين بهذا الشكل هكا، وغادي نولي نعاود نحل ونعاود نبرم بالمساعده ديال الابره باش ندخل دوك الشعرات اللي عندي زايدين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا باش كتجيني خدمه مفينيه مزيان. وغادي نرجع نبدا الحبيك ديالي للتسع، تفهمنا؟ نرجع بحال اللي كنرجع نحبك للتسع بهذا الشكل هذا، يعني نفس الطريقه اللي خدمناها في الاول. كما قلت لكم ملي كتجيكم خويط هكا كتدفعوه غير بالابره هكا وكيرجع يتعاود في بلاصتو دائما ما بين كل حبكه وحبكه. وسيرتو دابا في هذه الدوره هنايا فكتفتحوا وتعاودوا تبرموا الثوب باش كتزيروا داك الشعرات. حيت هنايا في الركنه كيتجمعوا دوك الشعرات ديال هاد الجهه هذه كيدوروا لهنايا وكيعطيو اتساع. فالثوب انا كنت مجبداه كنبين لكم هاد الجهه اكثر من هاد الجهه، فبهاد الطريقه هذه كيكون. هنا راني خليت واحد الخويه المفروض اني ما نخليهاش، يعني راه فانا راني كندير الدفوات هذه ماشي مشكل. فهنا انا خدمت شويه على هذا فغنقطعو صافي، غنقطعو غنكمل الحبيك ديالي عادي البنات عادي. وما غنحبش معكم الفيديو حتى ندور في الحبيك ديالي عادي. غادي نتبعو هكا كما قلت لكم محدي غدا كنخدم وانا كندخل. ملي كنشوف الشعيرات كيبانوا لي باقيين خارجين كندفعهم بالابره وهما كيدخلوا، غير كندفعوهم بالابره كيدخلوا تحت الثوب. هادشي علاش قلت لكم البنات ملي يكون عندكم الشعيرات بزايدين يعني يتسربوا لكم خيوط فضروري تقطعوهم لانهم كيبقاو خارجين وكيضيعوا الحبيك ما كيجيش زوين. فضروري يكون عندكم مقاس راسو رقيق. انا راني قطعت معكم بالمقاس كبير يعني مقاس اللي كنفصل به الثوب اصلا، عجزت نمشي نجيب المقاس الاخر. فضروري تخليو عندكم مقيس راسو رقيق ويبقى ديما جديد عفوا ونقي، غير بحال هاد المسائل هادي باش يقطع لكم مزيان. فهنا البنات انا مازال عندي طويل شويه فكنفضل اني ندير واحد جديد لانه غادي يتسالى لي مع الركنه قد وانا ما بغيتوش يبرزطني تما. هذاك الشيء ندير واحد جديد. فكما قلت لكم قبيله شفتوا الترتق في الركنه، فهنايا كما قلت لكم كنهزوا هاد الغرزه هذه بهذا الشكل هذا هنايا وكنديروا السريفه ديالنا صافي بهذه الطريقه. كنكملوا الخدمه عادي. فغادي نحول عاود المرمى عفوا بقى عقلي غير مع المرمى، نحول عاود الابره والخيط بهذا الشكل. فغادي نزيد
هاد 3 مديرونجيني هنا غنحيدهم. فهنا البنات غنقطع هذا الخيط هذا كما كتشوفوا معايا. علاش؟ لان هنا غادي ندير نفس الحبكه ديال الركنه، فغادي نبرم نزيد شي غرزه ولا اكثر عاد، المهم عيني ميزاني على حسب انا الحجم اللي بغيت كبير ولا صغير. نزيد غرزه اخرى. هنا البنات نورمالمون خاصني ندير نفس الشيء. الوغ كانت عندي ابره اخرى هنايا فدخلات في قلب الخلفيه. لا نو الي لا، دائما كتكون عندي ابره احتياطيه. غناخد عاود الطرف ديال الخيط كما درنا قبيلات البنات، قبيلات الابره تهرسات كملنا بها هكاك. دابا درنا ابره غليظه شويه فما غاديش تهرس، خرج كامل نعاودو. خصني ضروري نخليه شويه باش ما يفلتليش. فهنا البنات غير نخشي ونخرج، ما كندير لا عقده لا سريفه لا حتى شي حاجه، غير كنخشيه من تما ونخرجو من جهه اخرى باش نقدر نتحكم فيه. فهذه هنا البنات اللي قلت لكم انها غادي تجي صعيبه شويه، فريمون صعيبه شويه، لان الثوب غادي يبدا يتجبد لنا شويه بهذا الشكل هذا. فكنحاول تحاولوا ما امكن انكم تعاوطوا قبل ما تبداو تلصقوا، لانه هذا مفيد بهذا الشكل كما كتشوفوا البنات. فدائما نحاول، لان هنايا الثوب غادي شفتوا دابا انا غير يلاه بديت شوفوا كيبقى كيدير البنات، شفتوا كيبقى كيتشنتف. فعلى داكشي ما قلت لكم المحاوله هنايا تعاونوا. هنا غادي تساعدوا راسكم بزاف بالابره بهذه الطريقه هذه. واللي ما بغاتش دير هذه الفصاله هذه البنات تقدروا ديروا الفصاله طويله، ولكن ما غتجيكمش هذه الخدمه. فبيان سور غادي نشارك معكم من بعد موديلات ثانيه واشكالات ثانيه ديال لي ناب، مربعين دائريين وطوالين، خدمات شكل اخر. فهنا غادي نبدا نحبك نغطي كيف ما هذيك الركينه الاخرى لهيها. انا بغيت ندير هذه الركنه هذه بحالها ونشوف. هذه اول مره غندير الناب بهذه الطريقه هذه، فعلى داك الشيء تجربه معكم نيت، علاش لا. هنا الناس تحاولوا ان الغرزات ما تكونش وحده طالعه وحده هابطه في الثوب، لان هنايا ما بقاش عندنا نقولوا الريغلاج ديال العيون ديال الثوب اللي غادي يعطيونا الريغلاج ديالنا علاش غنتمشاو. فهنا كما كتشوفوا معايا هذا هو الكوان. نورمالمون خصني نحبس من هذا الحبيك هذا هنايا، هنا خصني نحبس، ولكن هذا خصني نحلو. الا حبست هكا في هذا القنيت هذا معناتها داك الحبيك هذاك خصو يتحل ديال الخيط الابيض باش ما يجينيش باين. حيت هنا البنات غرزه فوق غرزه يعني مغطيه ما كيجيش باين، مي هنا غادي يجي باين. معناتها هذا هو خصو يتحل وخصني نريقل ابخي، خصني نريقل غير بالابره والخدمه. يعني انا خدمت معكم الجهه السهله، دابا غنبداو في الجهه الصعيبه اللي خصها فريمون تخدم مزيان. فالوغ غادي نبداو على بركه الله بحال هذا، نبداو جديد. فهنايا نديروا داك الحبكه ديالنا هي هذيك. هنا غادي نعاون الثوب بشويه بالابره
شويه بيدي الا كانوا عندك الضفار يعني راه نتاهما كيساعدوا. غادي ندير غير فهنا شويه غرزه كبيره، يعني غنبداو الخدمه ديالنا عادي. تفهمنا هكا يعني. دائما البنات هنا حاولوا ما امكن انكم ما تحلوش بزاف وتوليو تبرموا، لاني ماشي بحال الجهه الاخرى. كما قلت لكم هنايا الخيوط متداخله مع بعضياتها، لاني ماشي تقطع ماشي تضغوا، يعني تقطع مائل، فمعناتها غادي يشربك القضيه بزاف. كما قلت لكم تحاولوا انكم تعلموا ولكن تعلموا في ماشي في المنديل اللي نتوما تكونوا مثلا خدمتوه ديجا تجيو تقدروا تعلموا عليه الحبيك. لا، خذوا طرف ديال الثوب ما عندكم ما ديروا به، تعلموا عليه هذه الطريقه هذه، عاد طبقوها على المنديل ديالكم باش ماشي تصدقوا مضيعينه. شفتوا البنات؟ كنتمنى يكون واضح. شفتوا كيفاش كيجي؟ يعني ضروري كتحاولوا ما امكن انكم تمشيو شويه عليكم. فانا تعمدت اني نوريكم الحبيك ديال المنادل في هذا باش منها تشوفوا كيفاش كيتحبكوا المنادل ساهلين، لانه كيمشيو تضغوا على 4 جوايه. تخدموا 4 الكوانات بنفس الطريقه ديال الكوان اللي وريتكم، ولو غيست كيمشي ساهل ما عندكمش فيه العذاب. هذا هنا اللي خصو شويه ديال الخدمه البنات، نحاولوا معاه. انا راني كنجبد الخيط في نفس الوقت، راني كنوصل العقده راه كنجبد نزيرها. المهم خصني نحاول ما نجبدش لان الجبد غيضيع لي الثوب.
شفتوا البنات الفرق ما بين ضوضاء وما بين هاد الجهه هادي. فهذا ديفونيت بغيت نوضح معاكم. فانا غنحاول من بعد بالحديده نصلحوه، نشوف شنو غادي يعطيني النتيجه في الاخير. فهنا غادي ندفن هذا الخيط هذا، عاود ندير خيط جديد. فدائما الطريقه ديال تركاب الخيط هي ذات نفسها. بنات انا هنا دورت الكاميرا عندي باش نحاول اني نوريكم في هذا القنت هذا، يعني باش تجيكم واضحه شويه. يعني غتجيني انا صعيبه شويه في الخدمه، مي سي با غاف كما كتشوفوا معايا. يعني كما قلت لكم دائما هكا، دائما كتبرمي كتضربي كنزير. يعني راه واخا ما كنشدش الخيط بيدي راني كنزيرو انايا. كتشوفوا معايا ملي كيبان لي شي خويط خارج راه كندخلو بالابره هكا، كندور الخيط هكا على الابره، عاود نولي نبرم نهز مره ثانيه بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنتمنى يكون التصوير واضح البنات، بزيد نبعدها شويه. فبهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا انا بغيت نخدم معكم الركنه.
فهنا البنات اش غندير انا؟ غنرتق هذا الخيط، نزيد غرزه واحده بيه وغنرتقو حيت ملي غادي يوصل ليه هنا للركنه غادي يعكل، غادي يتسالى لي في النص، وانا ما بغيتوش يتسالى لي في النص، فكنفضل نحيدو وندير واحد اخر. هنا البنات درت خيط جديد غادي نرتقو. دائما كنهز هاد الخيط هذا وكندير فيه الغرزه ديال السليفه، كنولي نجبد هذا غير شويه ابخي وغرزه. دائما هذه كنحاول نرجعها لبلاصتها. هنا البنات غادي ندير نحبك داك الحبيك ديال القنت كما قلت لكم دائما بهذا الخيط هذا. علاش؟ حيت ما بغيتش هكا، يعني كنضرب غير غرزات عشوائيا غير باش كنقبط الثوب كيبقى لي مصوب، كيبقى ليا مبروم. غنقطع هذا الخيط الزايد قبل من الركنه لانه غيزيد يغلظها لي، غنقطعو قبل. ولكن راني خليت، راكم شفتوا غادي نخدم عليه هادشي، هاد المسافه هادي غادي نخدمها عليه، يعني ما تقطعوش على الحد. فهنا دائما كندير هاد الغرزات هادو لان الخيط بيض ما غاديش يبان ليا. هنا كنحاول اني نبرم البنات، كنبرم غير شويه بشويه لانه شويه فهنا البنات كي كتشوفوا دائما هذه، لان هاد الضربه هذه هي ديك الركنه اللي كانت خارجه هكا، فهي هاد الضربه هذه، فدائما كتبقى لكم هكذا. فكتحاولوا انكم تدخلوها بالابره بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا انا دخلتها بالابره، كتدوروا عليها داك الخويط هكا. من الاحسن يكونوا ضربات متقاربين، فانا باش كيحكموها ما كتحلش، باش ملي كتحبكوا عليها الحبيك الاخر ما كتجيكمش تشنتي في خارج. زيتوا فانا ما غاديش نزيد اكثر من هكا، غنحبس هنا وغنرتق هذا ندخلو في وسط ديك في وسط الخيط هكذا، غادي يخرج بحال اللي كتسورتيه وصافي. تقطع راسو. فهنا انا عندي، راكم عارفين كنعاوط بالابره، يعني ماشي غير كنقبط ونخدم، راه كنعاوط بالابره عاد كنولي نخدم. دائما كنتاكد من اني الحبيك ديالي نقي. هنا البنات سواء غادي نبدا عيني ميزاني، سواء ناخذ الركنه. شوف هذا الظهر ديال الركنه، فاما كناخذ الركنه اللي انا ديجا صيبتها وكنعبر عليها، يعني ها نتوما، يعني غادي نبدا من هاد الغرزه هذه، غادي نبدا وحده في وحده، ما كنديرش بيناتهم بزاف. الا كانوا العيون ديال الثوب كبار راكم تقدروا ديروا حتى 2 غرزات في غرزه في عين وحده يعني. كما كتشوفوا معايا فمني كندورو هنايا كنشوفوا هنا فين جايه لنا هاد الضربه الغليظه، فين واقفه لنا، فواقفه لنا هنا. فاحنا غنحاولوا ان احنا نبرمو هكذا باش نجيبوها على نفس العين. وي سي بون. فمعناتها هنا غنقبطوا هذا الخط هذا، هذا الخط هذا غنمشيو عليه يعني في الحبيك. دائما كتحاولوا تبرموا الخيط تحلوه حيت كيتبرم، وملي كيتبرم ما كيجيش الشكل ديالو زوين.
فدائما تحاولوا انكم تحلوه باش كيجي واحد حدا واحد. هنا غندور الثوب، ما بقاش مساعدني في الخدمه فكندورو ضروري. شفتوا راه خرجات، يعني واخا راني رتقتها مقاربين راه خرجات. كندفعها تدخل. كنشوف راسي واش عندي الركنه هي هذيك ولا نزيد واحد جوج غرزات. نتوما البنات تقريبا عندي معاوطه، يعني نقارنها مع الاخرى. هانتوما شفتوا صافي. هنا غادي نحبس، غادي نبدا الحبيك ديالي العادي، يعني عادي كتبرمي عادي وكديري تكبري الضربه، يعني كتاكدي من هاد الجنيبات هادو داخلين مزيان، كتبعدي الغرزات الحبيك العادي. كما كتشوفوا بهذا الشكل كنكملوا عادي. دابا هنا البنات غادي نمشي نكمل وغادي نرجع ندير معكم النهايه، يعني كيفاش كنقفلوا الحبيك ديالنا في التالي ديالو. هادشي اللي كاين البنات. هنا ملي قربت نكمل نرتقت خيط جديد، واخا هذا بقى لي طويل غادي نقطعو باش ندير معكم لا فان. فغادي نقطع هاد الخيوط هادو اللي زايدين، هذا نقطعو هكا فوالا باش ندير معكم النهايه. شويه هكا
هنا اخر غرزه راه خلاص سهله، كيتبرمطو براسو، كياخذ الفورمه ديالو. وغادي نحاول نحط هذا بالطريقه اللي بغيت، حيت انا ما بغيتش نلصقو بالماكينه، بغيت نلصقو بالخدمه ديال الحبيك. وبيان سور الا كانوا شي حاجه اللي غادي تتطرق بالماكينه راه غادي يلصق بالماكينه، لانه غادي يكون اسهل. هنايا غادي تكون غرزه شويه صغيره، لاني بغيت نقبط الاول نضربها من هنا، وغنوريكم من الخلف كيفاش غتجي. حيت انا بغيت نشد الاول ديال ديك ليتيكيت مع الحبيك ديالي. بخير غنكمل. فوالا كاينه غرزه ثانيه هنا، تقريبا عندك 4 ديال الغرزات فوق ديك الاتيكيت، يعني اخر غرزه يعني كنحاول اني نشد بها الطرف الاخير ديال الاتيكيت ديالي. فوالا. وهنا البنات ما غندير حتى شي غرزه هنا، واخا كتشوفوها شويه بعيده ماشي مشكل. هنا غادي ندير هذه، غادي نضربها هنايا في هذا الخيط هذا، كيف ما كنديروا باش كنرتقوا الخيط بهذا الشكل هذا. نحاول نهز الخيوط ب4 هكا، وكنبرم بحال اللي غندير غرزه، بحال اللي راني ضاربه في قلب الثوب غندير غرزه. فهمنا؟ فوالا ما كتشوفوا. غادي نزيد غنهز وحده اخرى، حتى نهز معها شويه ديال الثوب ماشي مشكل. غادي ندير، غادي نجبد الخيط، انا خليته مبروم فداكشي ما عطانيش الطار. غادي نجبد الخيط كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو غادي هكا دائره، فغنقبط الابره ديالي هي من الفوق، غادي نجي نرمي الخيط هكا وغندخلو في الوسط هنايا من الفوق، وغادي نجبد. نحاول اني ندير عقده، ولكن انتبهوا باش ما تبقى لناش مشكويه ولا غيست. غادي ندخل ونقلب اللور باش منين نجبد الخيط يدخل ما تبقى لناش واحد المسافه ديال الابره وصافي. بهذا الشكل هذا. شفتوا البنات؟ انا غنقرب لكم الاخر باش تشوفوا. هكذا انا ساليت لانب ديالي، كي كتشوفوا ما كتجيش في الجهه الثانيه. فهذا هو الشكل ديال المنديل ديالنا من بعد ما كملناه الجهات بجوج. من طبيعه الحال هذا الخلف ديال الجهه الثانيه، يعني من هنايا جات مجبده شويه، شيء طبيعي لان الثوب فاش كيكون في التخالف في التقاطع ديال الخيوط هكا فكيتيري الثوب. ومن هنا العادي ديالو كما كتشوفوا معايا كيف الغرزات. كنعتذر اليوم التصوير شويه مضبب، مي الطريقه ديال الغرزات راها واضحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الزيف ديالي. كما قلنا الركنات فاش كتكون الخدمه تو دغوا، يعني منديل، فكيكونوا ركاني كي هذا الركنه كي هذا الركنه كي ركاني الاخرين من هنايا ومن هنا. وبالنسبه ملي غادي يكون هذا لاناب كما قلت لكم هكا، فلاناب البنات راها فريمون صغيره بزاف، فريمون صغيره، فريمون صندريه صغيره. يعني باغ اكزومبل فاش كنديروا حنا عندنا في المغرب كنديروا عندنا الطبله في الصالون الكبيره وكنديروا معها 4 الصندريات ديال القناه. وهذه الا كانت عندكم الصندريه اوفال ولا طويله فهذه بالنسبه ليها كافيه. كيبقى شويه ديال الخاوي في الجناب ديال الصندريه وكتجي ديكورها حلو. يعني هذا هو الدور ديالها. فعلى داكشي انا درتها بهذا الموديل هذا هكا. وان شاء الله غادي نشارك معكم حوايج ثانيين، والخير جاي لقدام بزاف. وخليتكم على خير، وما تنساونيش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع، فضلا وليس امرا من طبيعه الحال. خليتكم في رعايه الله.